السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بغرير ناجح بالدقيق ديال القمح وبمقادير مضبوطه. كنتمنى تجربوه، غادي ينجح معكم ان شاء الله من اول مره. كنحتاجوا ليه في المقادير، عندي 3 الكيسان ديال الدقيق ديال القمح اولا رابعه بالعبار ديال الميزان. عندي 2 معالق كبار ديال الفورس، 3 الكيسان ونص ديال الماء يكون دافي، عندي 2 خمارات، شويه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره. اللي كيبغي يدير معلقه صغيره ديال السنيده باش كيجي محمر من التحت بزاف يديرها، اما انا ما كنديرهاش. وغادا ندوزو باش نوجدو معاكم. غناخد زلافه ديال الدقيق ديال القمح كما قلت لكم 3 الكيسان. اللي ما عندوش الميزان، اللي عنده الميزان يدير رابعه. غنضيف شويه ديال الملح، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، 2 معالق كبار ديال الدقيق ديال الفورس، عندي معلقه صغيره ديال الخميره، وغادا نضيف 3 الكيسان ونص ديال الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف. كندفيوه بالقياس اللي غنقدروا نديرو فيه يدينا. دابا غادا ندوز باش نطحنهم مزيان. ومن بعد ما طحنوا غادا نضيف في الاخير 2 خمارات، وغادا نعاود نطحنهم مره اخرى حتى كتخلط ليا الخمارات مع الخليط الاول. صافي، من بعد ما طحنوا غادا نحيد الخلاط وغادا نخليهم يرتاحوا. هاد المقادير تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، هذا هو الشكل ديالو. وفي هذا الوقت غادا ندير مقله كتسخن تكون خاصه بالبغرير. غادا ناخذ واحد القياس نكبو في المقله بحال هكذا. نحاولوا نديروا هاد العجينه تكون رقيق شويه باش كتنفخ البغريره من بعد وكتثقب مزيان. كنخليو على عافيه تكون متوسطه شويه. كيف كتشوفوا راه دغيا كتثقب. كيجي زوين وكيجي خفيف بزاف. كنتسنى على البغرير حتى كينشف مزيان ونخليه واحد تقريبا واحد ثانيه فوق البوطه باش كيتحمر من التحت. وغادا نحيدها من بعد. صافي، دابا من بعد ما طابت غادا نحيدها. كيف كتشوفوا هاد البغرير راه كيصدق مزيان وكيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه. كما قلت لكم كنخوي واحد القياس وكنسرحو فوق المقله وكنحركها شويه باش كتاخد الشكل الدائري.
غادي نحطها فوق البوطه وكنتسنى عليها واحد شويه. كما قلت لكم العافيه تكون متوسطه. هو في ساعه راه كيبدا يتقب، ها نتوما كتشوفوا. كنخلي البغريره حتى كتنشف مزيان، ما كتبقاش تبان لينا فيها العجينه خضراء من الوسط، وكنتسنى عليها واحد الثانيه اولا 2 ثواني حتى تحمر من التحت وكطيب مزيان. عاد كنحيدها من المقله. ها هو الشكل ديالها كيف كيجي، كنتمنى يكون باين. انا غادي نكمل البغرير اللي عندي، ومن بعد ما نكملو غادي نوريكم الشكل ديالو كيف جا كامل في الاخير. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كملته. كيجي خفيف كيف كتشوفوا، كيجي متقب مزيان، وحتى من الظهر كيجي محمر شويه واخا ما درتش فيه السنيده. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه وغادي يصدق لكم ان شاء الله. كيف كتشوفوا هانتوما واخا كنطوي راه ما كيتلصقش، كيبقى كما هو. جربوا الطريقه، وحتى اللي مبتدئين ان شاء الله راه غادي يصدق معاهم. وإلا جربتوه وعجبكم اشتركوا معنا في القناه، خليونا لايك وتعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله.